أنا ليلى، عندي 24 سنة، وده أول شغل ليا بعد التخرج في شركة استيراد أغذية في وسط القاهرة. المكتب مفتوح، مكاتب زجاج وكراسي سودا أنيقة، وريحة القهوة التركي اللي بيتعمل في الماكينة الإيطالية الفخمة اللي في الركن. كل حاجة فيها أورجنايز ومرتبة، حتى الملفات الزرق اللي على المكاتب كلها بنفس الحجم والشكل. مديري المباشر اسمه كريم، راجل في أواخر التلاتينات، شعره فيه شوية شيب على الجنب بيديله شكل distinguished. دايما لابس قميص أبيض مكوي بعناية وبنطلون كحلي، وساعته الفضية اللي بتلمع لما بيحرك إيده وهو بيتكلم. كريم مش من النوع اللي بيقعد في أوضته طول النهار، هو بيتحرك بين المكاتب، بيشوف شغل الناس، بيساعد لما حد يحتاج حاجة. في يوم 3 كان عندي presentation قدام أكبر عميل عندنا، سلسلة سوبر ماركت كبيرة. قلبي كان بيدق بسرعة وأنا بفتح اللابتوب بتاعي. بدأت العرض، وفجأة الملف وقف، الشاشة اتجمدت، حسيت بالعرق البارد على جبيني. العميل بص لساعته، زميلي هدى رفعت حاجبها بنظرة فيها شماتة مستخفية، وفجأة حسيت بكريم قرب مني، قعد على الكرسي اللي جنبي بهدوء، مد إيده وخد اللابتوب مني من غير ما يقول حاجة. صوابعه كانت بتتحرك على الكيبورد بسرعة وثقة، عينيه مركزة على الشاشة. أنا كملت الكلام مع العميل، بحاول أغطي على الموقف وقلبي لسه بيدق. بعد دقيقتين كريم حط اللابتوب قدامي تاني، الملف شغال تمام، ونظر لي نظرة فيها طمأنينة. لما مد إيده عشان يرجع اللابتوب، صوابعه لمست صوابعي للحظة. كانت لحظة قصيرة، بس حسيت بحاجة غريبة في بطني. العميل ما لاحظش حاجة، العرض كمل بنجاح والصفقة اتقفلت. بعد ما العميل مشي، كريم قال بابتسامة هادية: شغل ممتاز يا ليلى، المرة الجاية تشيك الملفات قبلها بساعة. ما كانش في صوته عتاب، بس نصيحة حد عايز يعلمني. من اليوم ده لقيت نفسي بقيت أوير بوجود كريم أكثر. لما يمر من جنب مكتبي بحس بريحة عطره الخفيفة اللي فيها خليط من خشب الصندل وحاجة تانية معرفتش أوصفها. لما بيتكلم في الاجتماعات بلاقي نفسي مركزة على طريقة نطقه للكلمات، الطريقة اللي بيحرك بيها إيديه لما بيشرح فكرة. كنت بحاول أخفي المشاعر دي، بقول لنفسي إنها مجرد إعجاب بروفيشنال، بس قلبي كان عارف الحقيقة. في استراحة الغدا كنت بنزل مع زمايلي في الكافيتريا، وكريم كان أحياناً بينزل معانا. كان بيقعد على ترابيزة منفصلة، بيشتغل على لابتوبه وهو بياكل ساندوتش بسيط. يوم كنت واقفة في الطابور عشان أجيب قهوة، ولقيته واقف ورايا. قال بصوت هادي: القهوة هنا مش وحشة، بس مش زي اللي بنعملها فوق في المكتب. ابتسمت وقلت: فعلا، بس أحيانا الواحد محتاج يغير الجو. بص لي وقال: صح، التغيير مهم، بيخلينا نشوف الحاجات من زاوية تانية. كان كلام عادي، بس الطريقة اللي قاله بيها والنظرة في عينيه كانت مختلفة. حسيت إن في كلام تاني مش متقال. هدى، زميلتي في نفس القسم، لاحظت كانت بنت في أوائل التلاتينات، شاطرة في شغلها، بس كان واضح إنها بتتنافس مع كل الناس. يوم قالت لي وإحنا واقفين في المطبخ الصغير: يا ليلى، خلي بالك، كريم ده مطلق وعنده بنت، وأنا شفت بنات كتير قبلك حاولوا، مفيش حاجة بتحصل غير مشاكل. ردها كان فيه حاجة غريبة، مش قلق عليا، حاجة أقرب للتحذير اللي فيه جلسي مخفية. قلت لها بهدوء وأنا بحاول أخفي انزعاجي: يا هدى، أنا مش بحاول حاجة، أنا بشتغل بس، ومركزة على كارير بتاعي. لكن جوايا كنت عارفة إن دفاعي ده كان أضعف مما ينبغي. مرت الأيام وأنا بحاول أركز في شغلي، بس كان صعب. كل interaction صغير مع كريم كان بيسيب أثر. مرة كنا في ميتينج روم، كان بيشرح استراتيجية جديدة للفريق، وأنا كنت قاعدة في الصف الأول. فجأة بصلي وهو بيتكلم وقال: ليلى، إيه رأيك في النقطة دي؟ كان سؤال بروفيشنال عادي، بس أنا حسيت إنه عايز يسمع صوتي، عايز يشركني في النقاش بشكل خاص. قلت رأيي وهو سمع باهتمام، وبعدين قال قدام الكل: فكرة ممتازة، ده بالظبط النوع من التفكير الإبداعي اللي محتاجينه. حسيت بالفخر، بس حسيت كمان إن في حاجة أكتر من مجرد تقدير مهني. الشغل زاد، كان عندنا مشروع كبير لازم يخلص قبل نهاية الشهر، وده معناه أوفر تايم كتير. كنت بقعد لحد 9 و10 بالليل، والمكتب بيبقى فاضي إلا مننا أنا وكريم، واحد من الحسابات على الناحية التانية.
كان بيطلب أكل من بره، ودايما بيسألني: ليلى، أطلب لك حاجة؟ في البداية كنت برفض بأدب، بقول إني جبت أكل من البيت أو مش جعانة. بس مرة بعد يوم طويل ومرهق وافقت. تحبي إيه؟ قلت: أي حاجة، أنت اختار. ابتسم وقال: طيب، هجيب حاجة مصرية أصيلة، كشري من المحل اللي تحت. جاب الأكل وقعدنا في ميتينج روم الصغيرة، الباب مفتوح بس المكتب كله هادي. كنا بناكل وبنتكلم عن الشغل في البداية، بس بعدين الكلام انتقل لحاجات تانية. سألني: ليلى، أنتي ليه اخترتي الماركتينج؟ إيه اللي بتحبيه في المجال ده؟ حكيت له عن أحلامي، إزاي عايزة أعمل كامبينز كبيرة، أغير طريقة تفكير الناس في المنتجات، أسيب أثر. كان مستمع باهتمام حقيقي، مش مجاملة. كان بيومي برأسه وبيسأل أسئلة تدل على إنه فاهم ومهتم فعلا. وبعدين سألته أنا: وإنت يا كريم، إيه اللي خلاك تفضل في المجال ده كل السنين دي؟ سكت شوية، بص لكوباية القهوة الفاضية قدامه، وقال بصوت فيه نوع من الحزن: الحقيقة أنا كنت بهرب. بعد الطلاق الشغل كان الملاذ الوحيد اللي يخليني أنسى. كنت بشتغل 14 ساعة في اليوم عشان مروحش البيت الفاضي. حسيت بألم في قلبي. ليه؟ سألته بحذر: والبنت بتاعتك؟ ابتسم ابتسامة حزينة: يارا، عندها 8 سنين، بشوفها كل أسبوع، بس مش زي ما كنت عايزة أكون أب. مش موجود معاها كل يوم، ده بيوجعني قوي. وفجأة بصلي بنظرة مختلفة وقال: بس من فترة بدأت أحس إن في حاجة بترجعني للحياة تاني، حاجة بتخليني أفكر في حاجات غير الشغل، بتخليني أحس إن لسه في أمل. كان واضح إنه بيتكلم عني، بس ما قالش بصراحة. قلبي كان بيدق بقوة، معرفتش أرد إيه. بصينا لبعض لثواني طويلة، كان في كهربا في الهوا. مديت إيدي وحطيتها على إيده اللي كانت على الترابيزة. كانت حركة سبونتانيوس ما فكرتش فيها. مسك إيدي بين إيديه، كانت إيده دافية وقوية. قال بصوت واطي: ليلى، أنا عارف إن ده غلط، أنا مديرك، وإنتي لسه في بداية حياتك المهنية، ما ينفعش أبقى سبب في أي مشكلة ليكي. قلت له: وأنا عارفة كمان، بس أنا مش قادرة أتجاهل اللي بحس بيه. بعد اللحظة دي بقينا أحرص، بنحاول نبقى بروفيشنال في المكتب، بس كان صعب. النظرات بتتقال فيها كلام كتير، لمسة إيد عابرة لما بنبعت بيبرز لبعض، ابتسامة خفيفة لما عيونا بتتقابل. الأسبوع اللي بعده كريم قال لي في نهاية يوم شغل: ليلى، في ميتنج مهم في الإسكندرية يوم الخميس مع كلاينت جديد، محتاج حد من الماركتينج يجي معايا، انتي جاهزة؟ قلبي وقف لثانية. الإسكندرية يعني صفر، يعني يوم كامل معاه بره المكتب، بره القاهرة، بره الإطار المعتاد. قلت بسرعة قبل ما أفكر: أيوة، جاهزة. يوم الأربعاء بالليل ماما قالت لي وهي بتحضر لي شنطة صغيرة: يا ليلى، خليكي بروفيشنال وما تخليش حد يستغلك، الدنيا فيها ناس كتير. حطيت إيدي على إيدها وقلت: ماما أنا عارفة، متخافيش. بس جوايا كنت خايفة، مش منه، من نفسي، من المشاعر اللي معدتش قادرة أسيطر عليها. الطريق للإسكندرية كان طويل، كنا في عربية الشركة، سواق بيسوق وإحنا قاعدين ورا. كريم كان شغال على لابتوب في البداية، بس بعد ساعة قفل اللابتوب وبدأ يتكلم. كان بيحكي لي عن أول مرة زار فيها الإسكندرية، كان لسه طالب في الجامعة، راح مع أصحابه في رحلة، وإزاي المدينة سحرته. قلت له: أنا برضو بحب الإسكندرية، بس ما رحتهاش كتير، آخر مرة كنت لسه في الإعدادية. ابتسم وقال: طب النهاردة هتشوفيها بعين تانية، مش كمان طفلة، كمان ست ناجحة وواعدة. الكلمات دي خلتني أحس بثقة وبحاجة تانية أعمق، إحساس إنه شايفني مش بس كموظفة، كإنسانة كاملة. لما وصلنا الإسكندرية، رايحة البحر كانت في كل حتة، رايحة مختلطة بين الملح والسمك والهواء النظيف. الفندق كان على الكورنيش، إليجنت ومطلع على البحر. لما أخدنا مفاتيح الأوضة، كريم قال: إحنا في نفس الدور، أوضتك جنب أوضتي، لو احتجتي أي حاجة قولي. قلبي دق بسرعة، كانت فكرة إننا قريبين من بعض بالشكل ده مخيفة ومثيرة في نفس الوقت. طلعت لأوضتي، كانت أوضة جميلة، سرير كبير مريح، شباك عريض مطل على البحر. وقفت قدام الشباك بشوف الموج وهو بيضرب الشط، وأنا بفكر في كل حاجة: هل أنا بعمل صح؟ هل المشاعر دي حقيقية ولا مجرد إعجاب عابر؟
غيرت هدومي ولبست حاجة مناسبة للميتنج، فستان أزرق كحلي محتشم بس أنيق. خبطة خفيفة على الباب، فتحت، كان كريم واقف بره، لابس بدلة رمادية غامقة، شكله كان مبهر. بص لي بنظرة فيها إعجاب لا يخفى، وقال: جاهزة؟ يلا نمشي. الميتنج مع العميل في المساء راح ممتاز، كنا متفاهمين، كل واحد بيكمل كلام التاني كأننا تيم شغال مع بعض من سنين. العميل عجب العرض وقال إنه مهتم بالتعاون، وإنه معجب بالبروفيشناليزم اللي شافه مننا. لما خرجنا من المكتب، كريم كان فخور، قال: شغل رائع يا ليلى، فعلا انتي أسد كبير للشركة. ابتسمت وقلت: شكرا، بس ده شغل جماعي، من غيرك ما كنتش عملت كده. يلا نحتفل، تعالي نتعشى فوق على الروف، عندهم مطعم حلو. المطعم كان على سطح الفندق، إضاءة خافتة وموسيقى هادية، والبحر ممتد قدامنا لحد ما العين توصل. الهوا كان فيه برودة خفيفة ممتعة. قعدنا على ترابيزة في الركن بعيد عن الناس. كريم طلب أكل وشوية عصاير طبيعية. الكلام بينا ابتدى عن الشغل، عن نجاح الميتنج، بس بعدين انتقل لحاجات تانية أعمق. سألني: ليلى، انتي بتحلمي بإيه؟ لو كان عندك عصا سحرية وتقدري تعملي أي حاجة في حياتك، هتعملي إيه؟ فكرت شوية وقلت: نفسي أبقى ناجحة في شغلي، أثبت نفسي، أعمل كامبينز يفتكرها الناس، ونفسي كمان ألاقي حد يفهمني، يقدرني، نبقى بارتنرز في الحياة مش بس في الحب. بصلي بنظرة عميقة وقال: وأنا نفسي أرجع أحس إني عايش، مش بس بمر بالأيام. نفسي ألاقي حد يشاركني الحياة بمعناها الحقيقي، الأفراح والأحزان، النجاحات والإخفاقات. كان واضح إننا بنتكلم عن بعض من غير ما نقول الكلام صراحة. وفجأة مسك إيدي فوق الترابيزة، ما كانش مستخبي، كان واضح، قرار واعي. ليلى، أنا عارف إن التوقيت غلط وإن الظروف مش مناسبة، بس أنا مش قادر أكدب على نفسي أو عليكي. أنا معجب بيكي بشكل مش طبيعي، ومش بس كموظفة، كإنسانة كاملة، ذكية، طموحة، حساسة. قلبي كان هيطلع من صدري. قلت بصوت متهدج: وأنا كمان يا كريم، أنا حاسة بنفس الإحساس، بس أنا خايفة من اللي ممكن يحصل، من الشغل، من الناس، من كل حاجة. وأنا خايف برضو، بس خايف أكتر إني أسيب الفرصة دي تعدي، إن أندم باقي عمري، إني ما قلتلكيش اللي في قلبي. بصينا لبعض لثواني طويلة. كان في صراع جوايا بين العقل اللي بيحذر والقلب اللي بيشجع. في النهاية القلب كسب. رجعنا الفندق ووقفنا قدام باب أوضتي. كان المكان هادي، الممر فاضي. كريم قال: تصبحي على خير يا ليلى. بس ما تحركش. فضل واقف. أنا كمان ما فتحتش الباب. بصينا لبعض، وفجأة قرب مني، حط إيده على خدي برقة، وباس جبيني بوسة خفيفة طويلة. قال بصوت واطي: نامي كويس، بكرة عندنا يوم طويل. دخلت الأوضة وقلبي بيطلع من مكانه. قعدت على السرير، حاسة بأثار بوسته على جبيني، لمسة المكان بصوابعي، مش قادرة أصدق اللي حصل. كانت ليلة طويلة، قضيتها بين النوم والصحيان، بفكر في كل سيناريو ممكن، كل عواقب محتملة. رجعنا القاهرة تاني يوم، والعلاقة بينا اتغيرت بشكل أساسي. كنا بروفيشنال في المكتب، بس كان في تفاهم صامت بينا، نظرات بتتقال فيها كلام كتير. كنا بنبعت لبعض إيميلز فيها حاجات شغل، بس في السطر الأخير دايماً كان في كلمة أو جملة خارج السياق، حاجة شخصية، إشارة لمحادثة أو لحظة حصلت. هدى لاحظت كانت بتراقبني أكتر، بتسأل أسئلة استفزازية، بتحاول تعرف حاجة. كانت بتمر على مكتبي وتقول: يا ليلى، انتي شكلك مبسوطة قوي الفترة دي، في حاجة حلوة حصلت؟ كنت برد ببرود: الشغل ماشي كويس، الحمد لله. يوم قالت لي وإحنا في دورة المية: يا ليلى، أنا بنصحك كصاحبة، كريم ده راجل معقد ومش هيتجوز تاني، كل اللي عايزه علاقة عابرة، ما تضيعيش نفسك. كان في كلامها حاجة مش بريئة، كأنها عايزة تخوفني، بس مش عشان مصلحتي، عشان مصلحتها هي. قلت لها بحدة أكتر من المرة اللي فاتت: يا هدى، أنا عارفة أتصرف في حياتي، وأنا مش محتاجة نصايح في الموضوع ده، شكرا على اهتمامك. وخرجت وأنا زعلانة. مرت أسابيع، العلاقة بينا كانت growing بس بحذر شديد. كنا بنقابل بره المكتب بعد الشغل،
بنمشي على النيل، بنقعد في قهاوي هادية بعيدة عن أماكن الشغل. كريم حكالي بالتفصيل عن طليقته منة، عن إزاي يتجوزوا وهم لسه صغيرين، عن إزاي اكتشفوا إنهم مش متوافقين في أي حاجة تقريباً، وإزاي الطلاق كان قرار صعب بس ضروري. أنا ما ندمتش على الطلاق، بس ندمت إني جرحت منة، وإني معرفتش أحافظ على عيلة كاملة ليارا. صوته كان فيه ألم حقيقي، وأنا حكيت له عن عيلتي، عن بابا اللي اشتغل طول عمره موظف بسيط عشان يعلمنا، عن ماما اللي ضحت بأحلامها عشان تربينا. قلت له أنا عايزة أفرحهم، عايزة يحسوا إن تعبهم ما راحش هدر. كريم قال بحنان وأنا عايزة أكون جزء من الفرحة دي، عايزة أشوفك تنجحي وتحققي كل أحلامك. لكن المشكلة الكبيرة كانت لسه موجودة. الشركة عندها سياسة واضحة وصارمة، ممنوع العلاقات العاطفية بين الموظفين في نفس القسم، ولو اكتشفوا واحد مننا لازم يمشي، وغالبا هكون أنا لأني الأقل خبرة والأقل مركز. يوم وأنا قاعدة على مكتبي جالي إيميل من HR من نادية مديرة الموارد البشرية، عايزة أشوفك في أقرب وقت. قلبي وقف للحظة. دخلت أوضة نادية، ست في الخمسينات، وشها جامد وعينيها حادة. قالت بصوت رسمي يا ليلى، وصلنا إيميل مجهول فيه إن في علاقة غير لائقة بينك وبين مدير القسم الأستاذ كريم، وإن في favoritism في توزيع الشغل والترقيات. إيه تعليقك على الموضوع ده؟ حسيت بالدم يتجمد في عروقي. حاولت أخلي صوتي ثابت وقلت أنا وكريم، أقصد الأستاذ كريم، بنشتغل مع بعض بشكل بروفيشنال تماماً، مفيش أي حاجة غير لائقة، وأي تقدير لشغلي بيكون based on performance مش على أي أساس تاني. نادية بصت لي بنظرة فاحصة طويلة، بعدين قالت خلي بالك يا ليلى، إشاعات زي دي بتدمر سمعة وكارير، خصوصاً للبنات، وأنا أتمنى بجد ما يكونش في أي أساس ليها. إحنا هنعمل investigation بسيط، وهنتكلم مع الأستاذ كريم كمان. لو طلع إن في حاجة فعلاً، الموضوع مش هيبقى سهل. خرجت من عندها وأنا مهزوزة تماماً. رجلي كانت بتترعش وأنا ماشية في الممر. رجعت مكتبي، وبعد شوية شفت كريم داخل على أوضة نادية. قعد جوه حوالي نص ساعة، وطلع ووشه جامد. مين اللي بعت الإيميل؟ السؤال كان بيطاردني. فكرت في كل الاحتمالات، وكل مرة كنت بوصل لنفس النتيجة. هي الوحيدة اللي كانت بتراقب بالشكل ده، وهي اللي كانت عايزة الترقية اللي أنا كانديديت قوية ليها. مسكت تليفوني وكلمت كريم. قابلته في قهوة بعيدة عن المكتب في منطقة تانية خالص. حكيت له إحساسي وشكوكي. كان غضبان، بس مش مني، من الموقف كله، من إننا مضطرين نستخبى. قال بصوت فيه إحباط ده غلطي، أنا كان لازم أبقى أحرص أكتر، أنا اللي حطيتك في الموقف الصعب ده، وأنا آسف. قلت له بسرعة لا يا كريم، أنا اللي اخترت، أنا اللي قررت، وأنا مش ندمة على أي حاجة، بس إحنا محتاجين نفكر في حل. المستقبل هيبقى إزاي؟ سكت لدقايق طويلة، كان بيفكر بعمق، بعدين قال في حل واحد بس، واحد مننا لازم يسيب الاسم، يا أنا يا أنتي. قلبي انقبض بشدة. يعني إيه بالظبط؟ يا أنا أطلب نقل لقسم تاني في الشركة، يا أنتي تطلبي نقل، بس ده مش هيحل المشكلة كلها، لأن لسه هنبقى في نفس الشركة، والكلام مش هيخلص. توقف شوية وكمل. في خيار تاني، في فرصة حقيقية في فرع دبي، محتاجين ماركتينج سبيشالست شاطر، الراتب أحسن بحوالي 40، والمركز بروموشن فعلي، ومستقبل أفضل بكتير. لو أنتي قدمتي وقابلتي، هتبقي بعيدة عن الدراما دي كلها، وهتبني كارير قوي جدا. حسيت بألم حاد في صدري. دبي يعني هسيبه، هسيب القاهرة، هسيب عيلتي، هسيب كل حاجة. قلت بصوت فيه دموع وبعدين إيه اللي هيحصل بينا؟ هنفضل نتكلم على الفون؟ هنشوف بعض كل كام شهر؟ ده حل ولا هروب؟ بص لي بنظرة فيها ألم عميق، وقال بصوت متقطع ليلى، أنا عايزك تكوني ناجحة، أنا مش عايز أكون سبب في تدمير مستقبلك أو سمعتك. لو فضلتي هنا الكلام مش هيخلص، الناس هتفضل تتكلم، كارير بتاعك هيتأثر بشكل أو بآخر. لو سافرتي هتبقي بعيدة عن الدراما دي، وهتبني نفسك صح، وهتبقي في بيئة نظيفة، وأنا هبقى مرتاح إنك في مكان محدش يقدر يضرك فيه. قلت وأنا بعيط بس أنا مش عايزة أسيبك. أنا لأول مرة في حياتي بحس إني لقيت حد فهمني. مسك إيدي بقوة وقال بصوت متهدج ولا أنا.
بس الحب الحقيقي مش أناني، الحب الحقيقي بيختار مصلحة الطرف التاني حتى لو كان فيها ألم. أنا بحبك يا ليلى، وعلشان كده عايزك تاخدي القرار الصح ليكي مش ليا. الأيام اللي بعد كده كانت من أصعب أيام حياتي. فكرت كتير، اتكلمت مع ماما من غير ما أقول التفاصيل كلها، بس حكيت لها عن فرصة دبي. ماما بحكمتها قالت: يا ليلى، القرارات الصعبة دي بتبني شخصيتك. أياً كان اختيارك، اختاري اللي يخليكي تحترمي نفسك بعد 10 سنين. في النهاية قررت أقبل العرض. كان قرار مؤلم، بس كان القرار الصح. عملت كل الإجراءات، كلمت فرع دبي، عملت الانترفيوهات وقبلوني. بعد شهر ونص كنت جاهزة للسفر. اليوم الأخير في المكتب كان صعب. كريم جاب الفريق كله وعمل حفلة صغيرة وداع رسمي. الناس كانت بتتمنى لي التوفيق، حتى هدى اللي كانت بتبتسم ابتسامة منتصرة مستخفية. بس لما كنت خارجة من المبنى بعد ما الناس كلها مشيت، لقيت كريم واقف عند عربيته في الجراج. كان واضح إنه مستنيني. اقتربت منه وقلت بصوت هادي: جاي تودعني؟ بص لي بنظرة فيها مشاعر كتيرة مختلطة وقال: مش بس كده، عايزة أقولك حاجات مهمة. وقف قدامي، حط إيديه على كتفي وقال: ليلى، أنا فخور بيكي جدا، وأنا عارف إنك هتنجحي في دبي وفي أي مكان. بس عايزك تعرفي إن مهما حصل، مهما بعدت المسافات، أنا موجود. لو احتجتي أي حاجة، حتى لو مجرد حد تتكلمي معاه، أنا هنا. حضنته بسرعة، حضن طويل، حسيت فيه بدفء جسمه، بنبضات قلبه اللي كانت بتدق بسرعة زي قلبي. قلت له في ودنه: وأنا كمان، أنا مش هنساك يا كريم، ومش هنسى اللي عملته ليا. أنت علمتني يعني إيه الحب الحقيقي. سبته ومشيت، ومعطش بصيت الراي عشان ما يشوفش الدموع اللي نزلت. في دبي الحياة كانت مختلفة تماماً. المدينة سريعة، مودرن، كل حاجة فيها organized بشكل مبالغ فيه. الشغل كان تحدي حقيقي، العملاء كانوا demanding، والمعايير عالية جداً. بس أنا كنت مركزة، كنت عايزة أثبت إن القرار اللي اتخذته كان صح، إن التضحية كانت تستاهل. كنت بكلم كريم بانتظام 2 أو 3 في الأسبوع، بنتكلم عن شغلنا، عن حياتنا، عن كل حاجة. المسافة كانت صعبة، بس المشاعر كانت لسه موجودة، قوية. بعد حوالي 6 شهور كنت عملت كامبين كبيرة جدا لأحد أكبر العملاء، luxury براند مشهور. الكامبين نجح بشكل فاق كل التوقعات، وبدأت سمعتي تنتشر في السوق. مديري كان مبسوط جدا وعرض علي ترقية. حياتي المهنية كانت ماشية بشكل ممتاز، بس قلبي كان لسه معلق في القاهرة مع كريم. كنت بسأل نفسي: هل ممكن يجي يوم نبقى مع بعض تاني؟ ولا ده كان حب مؤقت، درس في حياتي؟ يوم وأنا قاعدة في المكتب، السكرتيري دخلت وقالت: مس ليلى، في حد عايز يشوفك في اللوبي، قال إنه مش محتاج appointment. استغربت، مين ممكن يجي من غير ما يكلمني الأول؟ نزلت اللوبي، ولما طلعت من الأسانسير شفته كريم واقف هناك، لابس بدلة رسمية كحلي غامق، شايل باقة ورد صغيرة، وعلى وشه ابتسامة خجولة. قلبي وقف تماماً للحظة، بعدين بدأ يدق بسرعة جنونية. اقتربت منه وأنا مش مصدقة عيني، كنت فاكرة إني بحلم. قلت بصوت متهدج: كريم، أنت هنا؟ أنت جاي دبي إزاي؟ ابتسم بنفس الابتسامة الدافية اللي كنت اشتقت لها، وقال: أنا كان عندي بيزنس ميتينج هنا مع potential client، وقلت لازم أشوفك. بس كان في عينيه حاجة أكتر من مجرد زيارة عابرة، كان في جدية، في قرار. ليلى، ممكن نقعد في مكان هادي؟ محتاجة أتكلم معاكي في حاجة مهمة جدا. قلبي كان بيخبط بقوة. أخدته لقهوة صغيرة جنب المكتب، قعدنا وبدأ يتكلم بهدوء وثقة. يا ليلى، ال6 شهور اللي فاتوا علموني حاجة مهمة جدا، إن أنا ما قدرش أعيش من غيرك، إن حياتي بقت ناقصة، إن الشغل والنجاح ملهمش أي معنى لو مفيش حد أشاركه معاه. أنا حليت كل المشاكل، كلمت منى طليقتي واتفقنا على نظام أفضل ليارا، بقت بتيجي عندي أيام أكتر، وأنا نقلت من اسم الماركتينج لقسم تاني في الشركة، قسم الأوبريشنز، علشان لو أنتي رجعتي مفيش أي conflict of interest. كمان أنا قدمت على فرصة في فرع دبي وقبلوني. بصيت له مش مصدقة، قلت: يعني إيه؟ كمل بصوت فيه مشاعر عميقة: يعني إني جاي أقولك إني عايزك في حياتي، مش بشكل مؤقت أو علاقة على بعد،
بشكل دايم حقيقي. أنا مش بطلب منك ترجعي القاهرة، أنا اللي هاجي هنا، أنا اللي هغير حياتي عشانك. أنا عايز نكمل مع بعض، نبني مستقبل مع بعض. دموعي نزلت، ما كنتش قادرة أمسكها. كنت فرحانة ومصدومة وخايفة في نفس الوقت. قلت بصوت متقطع: بس كريم، ده قرار كبير. انت عندك يارا في القاهرة وعيلتك وحياتك كلها هناك. بصلي بنظرة حازمة وحنينة في نفس الوقت. يارا هتزورني وأنا هروح لها. الدنيا بقت صغيرة وعيلتي هتفهم، وحياتي الحقيقية دلوقتي هنا معاكي. أنا مش بفرض عليكي أي حاجة، أنا بس عايزك تعرفي إني سيريس وإني مستعد أعمل أي حاجة علشان نبقى مع بعض. بصيت له، للراجل اللي غير حياتي، اللي علمني يعني إيه الحب الناضج، الحب اللي بيضحي، الحب اللي بيحط مصلحة الطرف التاني قبل مصلحته. قلت بصوت واطي: يا كريم، أنا كمان بحبك، وكمان مش قادرة من غيرك. كنت بحاول أنسى، بحاول أركز في شغلي، بس قلبي كان دايما معاك. توقفت وكملت: بس أنا محتاجة شوية وقت أفكر. الكارير ده اللي أنت ساعدتني أوصل له مهم جدا ليا، ومش عايزة أضحي بيه. قال بابتسامة فيها فهم: وأنا مش طالب منك تضحي بأي حاجة، أنا عايزك تكملي وتنجحي. أنا هبقى السبورت اللي أنت محتاجاه، مش العائق. أنا مش مستعجل على إجابة دلوقتي، أنا هستنى، بس عايزك تعرفي إني موجود، وإني فعلا سيريس في كل كلمة قلتها. ومشي بعد ما قعدنا ساعة نتكلم. سابني وأنا في حالة من الفرحة المختلطة بالحيرة. في الأيام اللي بعد كده فكرت كتير. اتكلمت مع ماما على الفون، حكيت لها كل حاجة. المرة دي ماما بحكمتها قالت: يا ليلى، الحب الحقيقي مش بيجي كتير في الحياة، لما تلاقيه متسيبيهوش. بس الحب الصحي هو اللي بيخليكي تنمي وتكبري، مش اللي بيحدك. لو كريم بيساعدك تكوني أحسن نسخة من نفسك، يبقى ده الحب الصح. كمان أسبوع بعدها لقيت إيميل من هدى، كانت بتعتذر بشكل صريح. قالت إنها فعلا هي اللي بعتت الإيميل المجهول للHR، وإنها كانت غيرانة مني، وإنها ندمت. أنا شفتك ناجحة وسعيدة، وأنا كنت عايزة أبقى مكانك، فحاولت أدمرك. بس الحقيقة إن ده دمرني أنا، لأني خسرت احترامي لنفسي. أنا آسفة يا ليلى، وأتمنى تسامحيني. قريت الإيميل أكتر من مرة، كان فيه ألم حقيقي وندم. فكرت أرد عليها، بس قررت إني مش محتاجة أرد. السماح مش محتاج كلام، السماح بيحصل جوه القلب. الموقف ده خلاني أفكر في حاجة مهمة: الغيرة والحقد بيدمروا صاحبهم قبل ما يدمروا أي حد تاني، وإن النجاح الحقيقي مش في إننا نوقع غيرنا، ده في إننا نرتفع بنفسنا. دلوقتي أنا قدام قرار كبير. كريم موجود في دبي، بدأ شغله، بنتقابل بانتظام، العلاقة بتنمو في بيئة صحية من غير خوف أو استخباء. هو محترم باوندريز بتاعي، مش بيضغط عليا، بيدعمني في شغلي. بفكر جديا في المستقبل، عايزة أثبت نفسي أكتر في الشركة، عايزة أوصل لمنصب أعلى، وفي نفس الوقت عايزة أبني حياة شخصية سعيدة مع كريم. هل ممكن يحصل الاتنين؟ ماما كانت صح، الحياة مش إما أو، الحياة توازن، والتوازن ده محتاج شغل وتخطيط ووعي. أنا قررت إني مش هختار بين كارير والحب، أنا هشتغل على الاتنين. كريم أثبت إنه بارتنر حقيقي، مش بس حبيب. هو اللي شجعني أقدم على ترقية أعلى،